ازيكم يا حبايب حسنا، عاملين هنعمل بقى فرخه مشويه في الكيس الحراري. معايا بصلايه ببشر عليها بدوبك كده بشرتين جوز الطيب وفلفل وملح، وشوحتها شويه ونزلت عليها بالرز وحطيت لها الملح بتاعها، وبعدين نزلت عليها بنص كوبايه ميه. سبت الرز لما شرب كوبايه الميه، وكنت بشره قطايه وبصلايه بالملح والفلفل دحكاهم ونزلت بهم على الرز. وبعد كده هحشي بهم بقى الفرخه، هحشيها تحت الجلد ومن جواها، يعني عشان تاخد كميه رز حلوه كده. وبعد كده هحطها في كيس حراري، وهجيب معلقه صلصه ادهنها من فوق، وهدخلها الفرن. هتاخد من ساعه لساعه وربع كده، وكل شويه هبص عليها في الرف اللي في النص. بصراحه ربنا النتيجه حلوه قوي. اللحم بتاع الفراخ نفسه مهري كده، والرز بتاعها مفلفل كده وجميل بجد. جربوا الطريقه حلوه قوي. ولايك وشاريه حلوين، ليس امر، ده فضل منكم. وكل سنه